إحنا نظن أن المشاعر عيب. يا رسول الله إني أحب فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرته؟ قال لا. قال قم فأخبره. دخلني تقول لي قم فأخبره، روح قل له. الحب في القلب كالعطر في زجاجته، لا قيمة له إلا عند انتشاره. لا تكن صدورنا قبور لأجمل الشعور، ولا تسكب عبرات الحب إلا في المستشفيات وفي المقابر. الوالدة كانت تنظر إلي أنا وأخوي الكبير. أنا أقول لأخوي رح ود أمي، وهو يقول رح ودها أنت. أنا أقول أنا مشغول وهو يقول أنا مشغول. أنت الصغير رح ودها، أقول له أنت كبير وفاضي وأمي تناظرنا كذا. بعدين قالت لي عيالي اللي ما يخدمني وأنا حية إذا مت لا يبكي علي. الحب ليس ادعاء، الحب أفعال. الحب ليس جفاء، الحب مشاعر، كلام تثبته الأفعال. إذا في خاطرك شيء عبر. إحنا مش سيئين في التعبير في المشاعر، لا، الشعور عبارة عن ماذا؟ الحب عبارة عن شعور وتعبير. القصور دائما يكون في نوعية هذا التعبير. أنا لم نعتد على مسألة التعبير. أنا واحد من الناس اللي ما تعرفت على والدي كصديق إلا وعمري 23 سنة. أول كان أبوي بالنسبة لي هو وزير المالية، بس أجي أخذ منه فلوس وانتهينا. طيب كيف تشكلت العلاقة؟ أنا دخلت في سلك التعليم ووالدي كان في سلك التعليم، فنشأت الاهتمامات المتشابهة. فبديت أحضر، ربع أبوي والله رهيبين، والله يقولون نكت، والله أبوي ظريف، يسوون مقالب في بعض. تخيل يوم أبوي يوزن عال فلان وفلان يسوي كذا ويحط حبحر في مكان أكل أبوي، أنا شفته بعيني. أمك هذا أبوي. هكذا تعرفت على والدي. ووالله أن أقرب الناس إلي كصديق اليوم أبوي، في مشاعري معه وضحكي وحتى مقالبنا مع بعضنا البعض. كيف انبنت، مع أن أبوي زي كثير من آبائنا هو في حواجز. حتى لما بكلمكم عن مثلا فكرة الملامسة الجسدية، لما كنت أهمزة كان يقول لي وخر عني، لا تلمسني. والآن لا يلمسه إلا أنا من أبنائه. خلاص احنا نحتاج جرأة شوي في المشاعر، نحتاج إلى تمتينها، إلى علاجها. إذا احنا أصحاب شهادات وأصحاب وعي وأصحاب فهم، ثم نكرر أخطاء من كان قبلنا، ما الذي استفدناه؟ إذن هذا العلم هو حجة علينا وليس حجة لنا. لاحظوا الآن لو أتاك موظف، بس عشان نفهم الآن فكرة فلسفة التسطيح والتعميق. جاءك موظف يقول هذا الآن المشروع تأخرت فيه وما كملته لأن عندي بنتي أمس وديتها المستوصف 1 2 3 4. هذا الموقف الآن. إذا أردت وإذا أردت أن تعمق العلاقة، قل له اتركنا من المشروع، شلون بنيتك الآن؟ كيف أمورها؟ وش صار عليها؟ ثم ينتهي المشهد الجميل بهذه الطريقة، ثم يغادر، ثم ترسل له رسالة، هذا رقم 1 كلمت لك استشاري في الموضوع الفلاني، ترى يقول الله يحييه وأنا حجزت لك كذا كذا كذا. ثم بعد يوم آخر تسأله وش صار على البنت، ويوم ثالث ورابع. أنت بهذه الطريقة ضربت أطنابا من العلاقة العميقة مع هذا الرجل وأسرت قلبه في المواقف والأزمات. وتستطيع إذا رغبت بوعيك وليس بجهلك وحاشاك، بوعيك أن تسطح العلاقة لأي سبب كان. فإنه إذا أتاك وأخبرك أن هذا هو المشروع وأن بنتي فيها أنك تقول له إن شاء الله ما تشوف شر، متى بتخلص لي المشروع؟ وبذلك رفعت العلاقة إلى مستوى الحقائق. أراد هو أن ينزلها إلى مستوى المشاعر، فبوعيك رفعتها على مستوى الحقائق. هذا ليس خطأ إذا كان بدون قصد، خطأ إذا كان في العلاقة الخاطئة. أما في العلاقات إذا أردت أن تسطح بوعي سطح، وإذا أردت أن تعمق عمق. لن تكون مجبرا، أنت من يقود سياسة العلاقة، ليس الطرف الآخر هو من يقودك. كيف نعبر عن الحب؟ باختصار تشامبمان لما بدأ يدرس عملية الحب، كيف يعبر الناس عن مشاعرهم، كيف أعمق علاقتي مع الآخرين، مع أبوي مع أمي، كيف أعبر لهم، كيف أعتاد أني أقول لهم كلام جميل. ذكر تشامبمان أحد علماء النفس 5 لغات من لغات الحب، وسماها لغات الحب لسبب جميل وطريف. لو أبو محمد يتكلم فرنسي وأنا أفهم إنجليزي، فمهما تحدثنا لن نفهم بعضنا. لاحظوا العلاقة هنا ليس فيها صمت، العلاقة فيها كلام لكنه كلام غير مفهوم. في التعبير عن الحب الناس يختلفون في فهمهم لهذا الحب. في نوع من الناس الحب بالنسبة له أسمعني،
أسمعني، يبغى يسمع، قلبه في أذنه، يريد أن يتأكد من الحب. تجي هدية هذه كبرى، أنت داخل جمعية 4 شهور عشان تجيبها لزوجتك وتعطيه إياه، ثم تناظرها زوجتك وكذا بعدين تلتفت لك تقول تحبني؟ إيش اللي أحبه؟ هذا وشه، هذا وشه. هي ليس هذا نوعها، هذا ليست لغتها، هي لا تستطيع ترجمة هذا الحب. الحب بالنسبة لها هو الكلمات، الحب بالنسبة له هو العبارات. طيب هل هو بس كلمة أحبك؟ لا لا، الحب ليس هذا فقط. الثناء طيف من الحب، الثناء طيف من الحب. ولذلك لو يبدأ الطفل أو الشاب أو ربما مدير مع موظفة يبدأ يثني عليها، لشك الحاضرون أنه يحبها. لماذا؟ لأن الثناء هو طيف رذاذ من سحابة الحب. طيب هذا الثناء كيف نعبر عنه؟ على 3 أشياء: أن يكون قبل العمل فيسمى تشجيع، أن يكون أثناء العمل فيسمى تحفيز، أن يكون بعد العمل فيسمى مديح. هذا 1. 2، إما أن تثني على الفاعل، الله يعطيك العافية شكرا ما قصرت، وإما أن تثني على الفعل. أعجبني الطبخ، أعجبني كذا، أعجبني المشروع، أعجبني البرزنتيشن. أو أن تثني على الفاعل: أعجبني أسلوبك، أعجبني حركتك، أعجبني كلامك، أعجبني عقلك. هكذا. إذن هذا المبدأ الثاني في الثناء. والمبدأ الثالث: الناس يختلفون في تلقي الثناء ما بين خفي وجلي، وذكرها الغزالي رحمة الله عليه، ما بين خفي وجلي. الناس في الثناء الخفي، في الثناء الجلي لا يؤثر فيهم كثيرا. بمعنى إنسان معضل أو لغته جيدة أو حافظ لكتاب الله وهو يعلم من ذاته هذه الصفات، فإذا أثنيت عليه فيما هو يعرف من ذاته لم يتأثر. لما تأتي إلى الجميلة وتقول لها أنت جميلة، وتأتي إلى الإنسان مثلا المميز في شيء ما وتقول أنت مميز في هذا الشيء، ولا يتأثر. الناس لا تتأثر في الجلي، وإنما تطرب وتطلب الثناء في الخفي، فيما تشك فيه. فإذا بدأت تثني على ما يشك فيه، هنا أصبح الثناء بمنزلة الحب. فتأتي إلى أمك وتحدثها عن جمالها وعن وجودها وعن رأيها وعن حكمتها وعن أثرها في حياتك. هي تشك. يا جماعة احنا نعيش زمن الفارق المعرفي بين الجيلين مذهل. الأب ما يمسك الجوال يعطيه واحد أصغر عياله يقول دبرني. هذا الأب اللي كنا نشوفه يشيل المعرض على راسه، يعرف كل شيء وقوي وفاهم وقوي ورائع وحكيم، أصبح لا يعرف شيء. وأصبح بعض الآباء يتفنن المسكنة، يتدبروني زينوا كل شيء، احجزوا عني، اطلبوا، تكلموا، ثم يشتكي عدم احترام الآخرين له. هذه من الإشكاليات التي ينبغي أن نحن ننتبه لها، أن إذا أردنا أن نثني على شخص لا نثني على ما هو يعرفه من نفسه، بل على ما يشك في وجوده في نفسه. فأتي إلى ابنتي المراهقة وأثني ليس على بشرتها الجميلة التي هي تعرف أنها جميلة لكنها غير راضية عن شعرها، فأثني على شعرها. هذا الثناء المستمر يورث المحبة بيننا. إذن أسمعني ليست فقط كلمات حب، وإنما أيضا كلمات الثناء. والثناء إما أن يكون مكتوبا وهو أوثق. اكتبوا الثناء يا جماعة، كلمات لا يصير كل رسائل واتساب بيننا كنا احنا مناديب توصيل طلبات. هي تقول سوي وانا اقول سوي، وانا جاي وانت جاي، وين رايك، كلمات مختصرة، وعند الزعل عبارات مذهلة. فإذا قلبت سجل اللي بينك وبين زوجتك وجدت أنه لا تستطيع الدخول في مليان ألغام. لا تجعل للشيطان مكانا في الواتساب في علاقتك مع الآخرين. وثق دائما اللحظات الجميلة، اللحظات الخاطئة أغلقها. اشترط شرط، اتفقوا يا جماعة، اتفقوا إذا بيننا شيء لا تكتبي لي ولا أكتب لك، نجتمع نتناقش. أما أكتب وتكتب بعدين مسح احذف وكنا في جروب غادر انضم. لا توثقوا المآسي يا جماعة، لكن المشاعر الطيبة وثقوها لا بأس. إذن إما أن أعبر بمكتوب، والمكتوب أوثق ويعاد له كل فترة، وإما أن يكون منطوقا. والمنطوق أيضا على نوعين: إما أن يكون منطوقا بوجود الآخر، بوجود الطرف الآخر، وإما وهذا أجمل، وإما أن يكون
في غيابه، وهذا أصدق وأعمق، أن ينقل الناس لك ما قاله عنك آخر. فلان يثني عليك، أنت تصدق هنا وتتأثر تأثرا أعمق. هذا ما يمكن أن يقال في مسألة الثناء وفي اللغة الأولى ولغة أسمعني. اللغة الثانية لغة أهدني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، بتشديد الباء وتخفيفها. تحابوا من المحبة، وتحابوا من المحاباة والمسامحة. يا كرام، الهدية اهتمام على شكل عطية. هذه الهدية رمز يحمل في داخله ويختزل التاريخ في معنى. ولذلك أصعب شيء إذا افترقت العلاقة هو التخلص من الهدايا. في داخلها معاني، في داخلها تاريخ، في داخلها جزء من الذاكرة. الهدايا لغة من لغات الحب، ليست هي كل شيء. بعض الناس لا تهمه الهدايا، بعض الناس لا تؤثر فيه الهدايا، وبعض الناس لا، لها معنى. الهدية لها معنى، والهدايا أنواع. واحد، إما أن تكون هدية معلومة، وإما أن تكون مجهولة، والمجهولة أشوق، أكثر تشوق الناس لها. مجهولة إما أن تكون متفق عليها أو أن تكون غير متفق عليها، والفرق بينهما هو كالفرق بين المكافأة والهدية. المكافأة هي هدية متفق عليها، موقوتة، لها زمن، مشروطة. إذا سويت 1 2 3 4 أنا بعطيك هدية. هذه ليست هدية، هذه مكافأة. ولذلك لو تتأخر علي فيها انقلبت عليك مذمة وسبة. وإن أعطيتني إياها بأقل من توقعاتي تجاهها أحدثت نتائج عكسية. هي مكافأة أنا أخذتها بعرق جبيني. بينما الهدية لا موقوتة، لا مشروطة، لا معلومة. طيب شو الفرق؟ المكافآت لتعزيز السلوك، والهدايا لتعزيز العلاقة. فإذا جيت أنا مع ابني، إذا أردت أن أعزز عنده السلوك أكافئ عليه. مو بالضرورة ابني، صديقي، زوجتي، أمي، أبي، أيا كان، أعزز السلوك بالمكافأة، وأعزز العلاقة بالهدية. أعزز العلاقة بالهدية. إشكال بسيط في الهدايا بس للتذكير، إحنا مقبلين على عيد الأضحى. متى تتحول الهدايا إلى هدايا سامة؟ لماذا بعض البيوت ليلة العيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى تتحول إلى حقل من الألغام، ويتهاوشون الزوج مع زوجته، حالتهم حالة، متهاوشين؟ تتحول الهدايا إلى هدايا سامة إذا اجتمع فيها 3 أشياء. إذا كان فيها طلب كمال في الحصول عليها، طالبينها مدري من وين وجايبينها مدري من وين، صعوبة الحصول عليها، طلب كمال في إيجاد الهدية معنى، طلب كمال في إيجادها. 2، التكلف في تقديمها والتكلف في شرائها. الآن مو بالمشكلة الآن في الشراء، صار في تكلف في تقديم الهدية وشكل الهدية وتغليفتها وطريقتها وتوقيتها والشيلة اللي خلفها والمدري إيش. 3، ترقب ردة الفعل. فإذا أنا أعطيت واحد، تكلفت هدية مبلغ وقدره، طلبت فيها الكمال، قدمتها بطريقة خرافية، ثم أرسلتها له، ومسكت جوالي أنتظر متى يرد علي، إيش بيقول، كيف بيعبر، كيف سينقل هذه الفرحة. هذا الترقب هو مزرعة الخذلان. هذا الترقب تعشعش في زواياه الخيبة. هذا الترقب هو الذي ينتج مشاعر الجحود. وكلما زاد الترقب، كما يرتفع الإنسان في عمارة الترقب، يكون السقوط أكثر إيلاما، وربما يكون مميتا للعلاقة. فتتحول تلك الهدية إلى لغم ينفجر في يد صاحبها. والسبب أنك ما أعطيتني ردة الفعل التي كنت متوقعها. لذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن، في القرآن: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي لتحصل على. الهدية يا كرام ليست سلفة، الهدية عطية ليست سلفة، أعطيك إياها وأرتقب منها شيء. هذا النوع من لغات الحب إذا ما نفهمه ربما ينفجر في أيدينا. الهدية هي اعتبار، الهدية اعتبار، أي شيء يجيبه معك. هذا النوع من الناس يحب الهدايا، ترى أي شيء يرضيه، هو فقط هو اعتبار واستذكار، أنك في بالي، بس أنك في بالي. رقم 3. طيب أستاذنا الله يبارك فيك، إحنا
حتى احنا يعني ما يضيق علينا الوقت، وفي نفس الوقت نبغى ناخذ مشاركات الاخوه الحضور. ابشر. فبنحاول نختصر الثلاث لغات البقيه في 5 دقائق في مع رساله اخيره، ثم بعد ذلك ان شاء الله نعطي المجال للجمهور الكريم. ابشر ابشر. طيب النوع الثالث، اعطني وقتا في زمن ما عندنا وقت، واذا لقينا وقت التفتنا لانفسنا وتشرنقنا مع جوالاتنا. واشد انواع الوحده هي وحده الزحام، ان تكون وحيدا في مجموعه، أن تكون وحيدا في أسرتك وبين أبنائك، وأن تكون أسرتك أصلا عبارة عن جزر متشظية، كل واحد بالحالة، ويأكلون بالحالهم، واهتماماتهم بالحالهم، وحتى منامهم وأكلهم وشربهم بالحالهم. أعطني وقتا، هذا نوع من أنواع الحب. الله عز وجل امتن به على الوليد بن المغيرة حينما قال له: وبنين شهودا، وبنين شهودا، أن يحضر أبنائك ويشهدون مجلسك، أن يكون من تحب عندك وأمام عينيك. أعطني وقتا معناها أن نكون أنا وأنت في نفس المكان، لا أبغاك تتكلم ولا أبغى منك هدايا. واحد راح سافر وبعد أسبوعين جاء وجاب لزوجته هدية، هذه كبرى حطها عندها، قال تفضلي، قالت دخلتك علينا هي الهدية. هذا النوع لا يحب، ليست فكرة الهدايا، لا عاد تروح عنا، لا عاد تطول عنا، فكرة أعطني وقتا. هذا النوع لو كان عندك ابن فإنك لو لعبت معه بهديته أو بلعبته القديمة أحب إليه من أن تأتي له بلعبة جديدة. أعطني وقت بس، اجلس معي، حسسنا. لكن كثير من الناس لأن العلاقات سطحية لا يستطيع أن يعطي وقته لأحد. لا أحصي يا كرام عدد المشاكل التي على الأقل أنا اطلعت عليها بسبب كورونا. فجأة كذا اكتشفت أني أعيش مع واحدة ما أعرفها، ومجبر أني أقعد أشهر معها، لا أطلع ولا أجي بقابلها، ما أعرفها ولا أعرف سواليفها، وتسمى زوجتي بس في العقد بس. فجأة اكتشفنا أن احنا لازم نصير نعرف بعض وإحنا غرباء. مين أنت ولدي، بس أنا ما أعرف منك إلا الاسم. علاقات سطحية، لا نعرف لغات بعض في الحب، والعلاقات صلبة بيننا ما فيها شيء، ولكن اضطررنا أن نعيش مع بعضنا البعض. لا يجمعنا في هذا البيت شيء واحد سوى كلمة السر في الواي فاي، أما الباقي كله فهو مختلف، لا نعرف بعضنا البعض. أعطني وقتا بمعنى أن أكون موجودا وحاضرا في حياتك قريبا منك. اللغة الرابعة هي لغة ساندني. لغة ساعدني أو ساندني، اللفتات البسيطة والمساندة البسيطة من الزوج لزوجته، من الصديق لصديقه، من الصديقة لصديقتها، خير لها من كل شيء. قد يكون صديقة تساعد صديقتها في حفل التخرج، أحب لها هذه الصديقة تحبها، هذه المتخرجة تحب صديقتها أكثر من صديقاتها اللي جابوا معهم هدايا. هذه الوقفة خلف الكواليس والمساندة هي لغة حب بعض الناس يطلبها. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان يساعد أمنا عائشة في تنظيف البيت 3 في 3. غرفة عائشة 3 في 3 يا جماعة، 3 في 3، لا تحتاج أحد يساعد فيها، لكنه الحب بالشعور ليس بالحضور. أنا معك بس أنا أحسسك. هي مساندة شعورية أكثر من أنها مساعدة حقيقية. اللغة الأخيرة هي لغة المسني. فكرتها بسيطة جدا، الملامسة. بعض الأطفال لما تجيب له هدية يروح يحتضنك، لأن هو التعبير الحقيقي بالنسبة له في الحب هو الملامسة. في عائلة كويتية احترق بيتهم، الله يعوض عليهم،